نلاحظ اليوم أنه مشروع الأمة الديمقراطية عم يتوجه له عدة انتقادات وعدة هجومات. بطبيعة الحال نحن نعرف يتعرف يعني طبعا مشروع الأمة الديمقراطية أي هي يرتكز بالركيزة الأساسية على الإدارة الذاتية، فنحن نعرف أنه هالأمور هاي ما تخدم الدول، ما تخدم مصالح الرؤساء أو إن كانوا أصحاب الكراسي، عبارة هي تعتبر إدارة الشعب للشعب. فبهالحالة هاي رح تنمح دور السلطة، رح ينمح دور القوة، حتى رح تنمح دور الرئيس السائد لهالدولة أي دولة كانت. طبعا نوه أنه مشروع الأمة الديمقراطية هو ليس حصرا على الكرد، ولكن مشروع الأمة الديمقراطية هو احتوى أي مكونات متواجدة على هذه الأراضي. بخلال هالثورة هاي، هالثورة انبنت على أيادي العرب والكرد والآشور السريان والأرمن اللي متواجدين على أراضي شمال شرق سوريا. اليوم كمان لعبت دورها مهم. اليوم لو ما كانت الثورة هاي ثورة ناجحة ما أثرت على هالشعب بهالسلاسة هاي، خلت المجتمع منفتح بشكل ديمقراطي بشكل متقدم وواعي. كمان نلاحظ أنه مثلا خلال هالأعوام هاي أثبت دور المرأة، وخاصة مثلا المرأة العربية اللي كانت مهمشة من أقصى أدوارها، من أدنى أدوارها ضمن بيتها، إن كان حتى العمل كان مقتصر عليها، دائما المرأة ضمن البيت. حتى مثلا إذا بدنا نطرأ لتعدد الزوجات كمان، فهذا يعتبر أكبر ظلم بحق المرأة. اليوم نحن خلال هالمشروع الأمة الديمقراطية حد من هاي الأمور صراحة. المرأة شافت جوهرها الأساسي، المرأة انبثقت على أعمالها إن كانت سياسية وإن كانت عسكرية وإن كانت مدنية. طبعا هاي الأمور مو باليوم وليلة انبنت من ثقة بهالثورة هاي، بنت بكل ثقتنا بأنه مشروع الأمة الديمقراطية هو احتوى الكل. حتى نلاحظ أنه الهجمات اللي عم تصير هي مو محصورة فقط على الكرد، على أخواننا الكرد، عم تصير حتى على المكون العربي المتواجد ضمن المنطقة. وجه كلمة للمكون العربي وللنساء العربيات خاصة، هن خلال هالكم عام اللي مضوا لعبوا دورهم صراحة، لعبوا دورهم كقياديات بأي مجال كان. فأنا أوجه كلمة لهم أنه نحن نكون مؤمنين بالخطوة اللي خطيناها، مؤمنين بالمستقبل يلي رسمناه مع بعض، انه نحن نكمل بهالطريق هذا، لانه الفكره صراحه هي ما انها فكره مطروحه فقط، الى انه نحن شفناها على ارض الواقع لما طبقت كمان، وكيف صارت المساواه بين الرجل والمراه، كيف المراه لعبت دورها باغلب الاحيان اكثر كمان حتى من الرجل. فنتمنى من نسائنا ان هن يواصلوا على هالطريق هذا، يضلوا مآمنين بهالفكره هاي. كمان نناشدهم انه هن يكونوا اصحاب قرار، ما نكون نحن كلعبه بايد اي سلطه كانت، نكون نحن واثقين كل الوثوق ومآمنين بموقفنا ونكمل بهالموقف هذا. اليوم نحن كنساء لما نتكاتف رح نصد أي هجمات تتوجه لنا. طبعا ما نفرض بطبيعة الأمر أنه هي رح تكون هجمات عسكرية، لا هي هجمات نفسية، هجمات كسر من المعنويات، كسر من إرادة المرأة. فأنا ناشد أي مرأة كانت من أي مكون كانت أنه هي تكون صاحبة قرار، صاحبة موقف، وتكمل هالطريق اللي خطته بكل ثقة، لأنه مشروع الأمة الديمقراطية هو الوحيد اللي رح يثبت وجود المرأة على هذا الكون. من دور أجدادنا، مو اليوم ومبارح نحن قاعدين مع بعض، مو اليوم ومبارح، يعني اللي عدو اللي عم يستهدف هالشيء عم يستهدف أخوة الشعوب. يعني نحن يعني صارنا عمر عايشين مع بعض، قبل هالمراحل هاي وقبل هاي من آلاف السنين عايشين مع بعض، كان عرب ولا كرد ولا آشور ولا السريان. يعني من خلقنا على هالدنيا نعرف الكردي ونعرف العربي ونعرف الآشوري ونعرف المسيحي. يعني نحن بالنسبة لنا كنا يعني كجيران، عرب وكرد ما كان أي فرق بيناتنا ولا هلا. يعني اللي هالفتنة اللي عم تصير هذا دليل إنه مشروع الأمة الديمقراطية قائم، وإنه كان مرحلة يعني الحساسة والمرحلة اللي كان بده يوصلها. والفتنة اللي عم تصير دليل إنه خوف العدو من هالتآلف هذا بين الشعب الكردي ولا العربي. يعني هم لما يجون على يعني على الواقع، يعني هم أكيد مو هدفهم هم مشان الشعوب، هذا شيء ثاني. يعني وين الشعوب بالموضوع؟ لأنه نحن حقنا واحد هنا، يعني كان العرب ولا الكرد. يعني أنت لك مكتسبات وأنا إلي مكتسبات، أنت لك أرض وأنا إلي أرض، أنت لك بيت وأنا إلي بيت. يعني أي حق مني أقول لك تعالي أنت اتركي مكتسباتك واطلعي مالك حق عندي؟ ما هالشيء هذا مرفوض. يعني طبعا عندنا بالنسبة لنا مرفوض، يعني ما راح نقبله. يعني لأنه الأمة الديمقراطية لما حددت وهدفت للشيء هذا كان لصالح الشعب، وانت قاعده ببيتك ولصالحك، انت رايحه على غير مكان ومكتسبه حدا كان كرد ولا عرب. هلا بالنسبه للكرد يعني مو رايحين على غير منطقه وقايلين بدنا هالشيء هذا، هم بدهم تآلف لانه هم عايشين من يومهم هنا يعني، وبدهم بين العرب والكراس ما يصير فتنه وما يصير شيء، لانه هم قايمين لمئات السنين والاف السنين انه راح يضلون مع بعض.
ليش الفتنة اللي تصير؟ يعني أنا نقول هالعشائر أو الشعوب اللي عم تصير أنتوا ردة فعلكم صارت هيك، طيب ليش؟ أنتوا دائما لما كانوا الحزب موجودين كنتوا نفس الحكي، وهلا اجوا هذنا يعني صار كمان انعكس الحكي. ليش يعني؟ هذا كله انجرار ورا الفتنة، ورا الفتنة اللي المؤامرات اللي العدو اللي بده اياها عم يوصل لها، وانتم بايدكم عم توصلوا للعدو لهالشيء هذا. خلي دائما نظرتهم لقدام للمستقبل، انه شو راح يصير. اكيد نحن ما راح نقف بهالدقيقة هاي، اكيد المشوار قائم وراح يستمر، اكيد ما حد ينطي حقه، ما حد ينطي ارضه. يعني مشوارنا لقدام طويل، يعني اذا انجرينا ورا الفتنة هاي لقدام ايش راح يصير بينا؟ معناته راح تدمر منقولات المنطقة خالص إذا ظلينا ورا الفتنة، ورا الهجمات العدو، ورا الاستغلال العدو اللي بده إياه. وأكيد العدو لما جاي هنا مستقل، يعني العدو بده منقولات ثروات هالأرض هاي، بده مكتسبات هالأرض هاي، والشعب يعيش ما يعيش ما عنده مشكلة. هو مكون عربي إنه راح يظلون هيك، راح نخسر كلياتنا. يعني لازم يكونون إيد وحدة ومتآلفين وأخوة، لازم ما يطلعون منها. يعني كنساء يعني هون بروج آفا يعني ما نقول لك إنه تعدت مرحلة الهاي، بس كان العدد لا بأس به، إنه المرأة أخذت حقها، المرأة عاشت حياتها، المرأة طلعت على الواقع يعني، وإلها حق تحكي إنه هالشيء اللي يصير على الفتن وهذن الحرب الخاصة كلها مستهدفة كانت المرأة. وإذا صار ما صار رح كلنا نروح مع بعض، يعني ما راح يقول فلان عربي أو فلان كردي أو فلان آشوري، كنا لازم نكون حلقة واحدة متآلفين ومتكاتفين مشان العدو ما يقدر يتسلط علينا. بالنسبة للدستور يعني لمن يكون متواجد ولمن يكون يقيمونه، لازم يكون يعني حقوق المرأة بالنسبة لهم أول شيء فيها.